السلام عليكم ورحمة الله. أحبابنا اللي حابين يجددوا العهد مع الله، واللي حابين صحائفهم تكون مشرقة ومضيئة أمام الله، واللي حابين يقتنصوا الفرص في الحياة، صفوا معانا. تقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: ما كان رسول الله يكثر من صيام شهر أكثر من شعبان. بل جاء في الصحيحين من قول عائشة أيضا أنه كان يصوم شعبان كله. تقول لي إيه السبب؟ أقول لك: أسامة بن زيد رضي الله عنه سأل النبي هذا السؤال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر أكثر ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. هتسألني تقول لي: طب إيه العرض أو الفرصة الذهبية في ذلك؟ أقول لك: النبي بيقول في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا أجر بحاله أجر، ضيف إليه أجر اللي النبي قال عليه في شعبان. إذا أمامك فرصتان لا تضيع، انتبهوا لشعبان فإنه مغنم.